على أحد السيطرات. هذه السيطرة منطقة الحلة اسمها، ودخلهم عليها باليوتيوب، فجر حاله على السيطرة، والسيطرة استشهد بها 400 شخص والجرحى 3000. هذه السيطرة كانت هي سيطرة للي يدخلون للحلة للي يطلعون. هذه مو موضوعنا. موضوعنا ادخل على اليوتيوب ودحق الجولاني فجر باسمه، والمقطع مالته موجود هسه ابعث لك اياه على الخاص. فجر منطقة اسمها الكرادة، اول يوم العيد قبل العيد بليلة استشهدهم 863 طفل. هذه مول اسمه مول يعني مول سوبر ماركت، مول شو اسمه الليث. ابو سليمان من فضلك ابعث له الفيديوهات، ابعث له الفيديوهات. هسه ابعث له دحق. اغتصب 300 ايزيديه بيوم واحد الجولاني وباسمه، وموجوده الفيديوهات راح نعطيك اياها. هذه واحد. اثنين، اني اطالبك كأنت كصوت حر، كصوت شجاع، كصوت ضد الارهاب وضد الاوزبكي، ضد اللي استحلم الشعب السوري مثل ما فعلهم 2004 و5 و6 و7 و8 و9 و10 و11 و12 و13 وال14. كانوا يقتلون ويغتصبون النساء ويقتلون الاطفال. انت دحق اقضبهم طفل ابوه ضابط بالجيش العراقي يقاتل الارهابي كون الارهاب، اقضبهم الطفل عمره 3 سنوات، وهذا الحادثه موجوده بمحافظه دياله. اقضبوهم، اقطعهم راسه وخلوه على صينيه مال ثريد وانطوه لامه يبارك لها الزرقاوي في احتفال في الموصل. تمام. أنا أطالبك تسوي يعني يوم كامل تقول أطالب الشعب العراقي أو العراقيين أو الحكومة العراقية إن يريد ملف الجولاني من كان بالسجن. هذا المقطع اللي راح به ضباط العراق اللي قضبوا له وانطوله الجولاني، قالوا له اذا تفتح اثمك مع العراقيين راح نفضحك امام العالم والراي العام. انت شلون اشتكيت على ربعك، وشلون بلغت على محمد العدناني، وشلون سلمت حامد السبع، وشلون اشتكيت عند المجندة الامريكية قلت لها اني شكم بي واغتصبوني 6 من القاعدة. اتحداهم ينكرون 6 من القاعدة، وذكر بالمقطع الفيديو انه ابو محمد العدناني النائب مال ابو بكر البغدادي هو اللي دفع الجماعة بسجن كروبر واغتصبوه 6. موجود بالادلة، بائع الشرف موجود بالادلة والفيديوهات. لكن العراقيين ما نريد نتدخل. ليش هسه العراقيين يردون يرحلون السوريين؟ حياك الله ابو سليمان، حياك الله اسمع بس خلنا نكمل. ليش يردون يرحلون السوريين؟ السوريين عندنا يشتغلون محترمين في ارقى المطاعم، في ارقى المولات، في ارقى المعارض، لكن قاعد بتليفوناتهم حي الله الجولاني وحي الله نبي الله الجولاني والمعصوم الجولاني وراح يجي على كربلاء. طبعا العراقيين يصير عندهم تشنج من هذا الموضوع. يعني مو قاعد الارهابيين بداخل بلدي اليوم، سنة والشيعة والكرد والايزيديين وكل الناس محترمين ومشاركين بالحكومة، واللي يقود الحكومة انسان كردي محترم هو اللي حافظ الدستور. الرئيس الكردي هو اللي حافظ الدستور، والشعب الكردي هو اللي حافظ بلاد العراق. ما يرهم لي أنا اليوم يجي واحد دخيل بالعراق وهو ياكل من خيرات العراق، والعراقي ما نخليه يشتغل الا هو السوري يشتغل. لكن شنو قاعد يسوي فتنه، يروح الى كربلاء. هذه مزارات شيعيه، وكل من له مزاراته وكل من له اختصاصياته. لكن انت تروح في مزارات الشيعه اخواننا وقرابتنا واهلنا وعمامنا، وكل احنا عشاير وكل احنا اهل شعب واحد. تقضب الموبايل مالتك وتصور جايينكم على كربلاء. ليش انت شعب بالك الجماعه الشيعه يخافون من عندك؟ انت اول قاعد تشتغل عندهم، لو تشتغل بالشاورما لو تشتغل عامل. شعبالك اليوم الشعب العراقي عايش بنعيم وعايش برفاه، ونطالب الشعب السوري يعيش برفاه، ونطالب الشعب السوري يعيش بامان، وكل الشعب السوري نخليه على راسنا الا الارهابيين تبع الجولاني والاوزبكي. واتحدى السوريين يذكرون جد الجولاني منه جده، منه ابوه، منه اخوه، منه امه، منه قرابته، نعرفه بالتحقيقات ماذا قال. أنا سعودي من أصل أبو أوزبكستان
من اصل شو اسمه باكستاني، امه باكستانيه، وابوه ما نعرفه، هندي ما اعرف، الولد بس سعوديه. خلوا يطلعوا لنا ابوه منه، اخته، امه، قرابته، عمامه اللي قاعدين شو اسمه بالمدرسه مالتهم، ما داهم بالمدرسه، ما صار بالجسم الاساتذه مالته منه. فلا يذب بلاء على الشعوب مال الدول الجولاني. واطالبك تفتح لايف كامل. ابو سليمان انت لفتت نظري لموضوع كثير مهم. تحياتنا لك ولاهلنا بالعراق فردا فردا. قلوبنا معكم ضد الارهاب اينما وجد بشقيه السني والشيعي. ما في عنا مزح، الارهاب ما له دين ولا له لون. بس هذا الملف انا رح احاول اطلبه